عايز تفتح مشروع وتبقى رجل اعمال بقى ومعاك فلوس، صح؟ انا كمان فتحت قبل كده 3 مشاريع، بس ما كنتش فاهم نقطه، هو انا معايا فلوس ولا انا فاهم فلوس؟ لازم كنت اركز في ال3 نقط دول. اول حاجه اسمها الاصول والخصوم. ما تتخضش بس من الكلام، مش بتاع تنميه بشريه او مش جاي اديك درس، ده انا بحثت شويه عن الحاجات ديت وفهمت وجاي الخصهم لك في السريع. والاصول والخصوم دي الف ب لازم انت تبقى فاهمها طالما انت ناوي تفتح مشروع. بالراحه كده، الاصول هي حاجه بتحط لك فلوس في جيبك، زي مهاره انت بتعملها فبتكسب من وراها فلوس، او بضاعه انت بتبيعها. الخصوم بقى دي حاجه بتسحب من جيبك الفلوس، زي مثلا مكتب ديكور غالي او ديكور معين عملته في المحل بتاعك او في المكان وانت اصلا لسه ما بعتش بحقه. النهايه كده، ابدا المشروع بالاصول اللي ممكن تزود لك الدخل، وما تصرفش على المنظره نهائي في البدايه. الحاجه التانيه لازم يكون في تامين. اوعى ترمي فلوسك كلها في المشروع، اوعى تعمل زي ما انا عملت. لازم يكون معاك مبلغ على جنب كده يعيشك بتاع 6 شهور مثلا. ليه؟ عشان لما المشروع بيبقى في البدايه ولسه ما فيش ارباح، ما تضطرش تقفله عشان معكش فلوس تصرف منها. تالت واخر حاجه، ادفع بقلب ميت في السيستم نفسه مش في الشكل. ما تجريش تجيب لابتوب غالي علشان تشتغل ولا تأجر محل في مكان راقي. انا عايزك تصرف على التسويق او المنتج نفسه. الشكل لوحده مش بيبيع، اساس البيع هو حل مشاكل الناس. بص يا صاحبي، الفلوس خدام للي بيفهم لغتها، بس في نفس الوقت هي صعبه جدا للي بيجري وراها وهو مش فاهمها. وافهم ان النجاح المالي مش انك تمسك فلوس كتير وخلاص، النجاح المالي هو انك تعرف تحطها فين عشان وانت نايم الفلوس اللي انت شغلتها دي تجيب لك فلوس تاني. اكتب لي في الكومنتات ايه المجال اللي نفسك تشتغل فيه وليه واقف ما بدأتش الشغل فيه.